شهر رمضان الكريم. كما تعرفوا داء السكري فيه جوج انواع. كاين المرضى اللي عندهم اللي محتاجين الانسولين، وكاين المرضى اللي محتاجين غير الفانيد لي كومبريمي. بالنسبه للناس اللي عندهم الانسولين، نصيحه من ذهب: ما خصهمش يصوموا، ما خصهمش. واحد خصو يدير الانسولين ديالو في الوقت ديالو، ما غاديش يقدر يلتزم بهاد القضيه هذه، كيف يعرض راسو للخطر. بالنسبه للناس اللي تياخذوا الفنيد يمكن يصوم، ولكن في حاله شي مرض مزمن ولا شي حاجه من الاحسن ما يصومش. هذا هو ولا عندهم طونسيون بالنسبه للطونسيون؟ كما تتعرفوا بما داء السكري غالبا تيكون ارتفاع الضغط معه، ولا كان عنده ارتفاع الضغط غالبا تيكون ديابيتيك هو ما عارفش. من الاحسن الا كان عنده علامات ديال ارتفاع الضغط، مثلا راسو تيضرو، ودنيه تيصوتو، عينيه الضبابه، عنده نزيف، تقال ليه اللسان ديالو، رجل يد بدات تقال، ولا شي حاجه ماشي هي هذيك، من الاحسن ما يصومش. وكما تنقولوا بين ما المرضى ديال داء السكري وارتفاع الضغط يسمعوا الجيران ديالهم، اصحابهم، وما تيسمعوش الاطباء ديالهم. ولذلك من الاحسن الى الطبيب قال ليه ما تصومش، خصو ما يصومش. شكرا.